النهاردة؟ العبادة، الدعاء. ولذلك جاء في الآية أن الدعاء هو العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي. لا، ربنا ما قالش كده، التعبير ما جاش كده، ما جاش إن الذين يستكبرون عن دعائي، ده التعبير جه إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فكأن الله جعل الدعاء هو العبادة، كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. إذا مسألة الدعاء دي مسألة مهمة جدا، مسألة ممكن احنا ما نبقاش واخدين بالنا منها، لأن المسألة دي بتخلي القلب في وضع انكسار بين يدي الله عز وجل. يعني ده مهم جدا ناخد بالنا منه، من هذه المسألة، مسألة الدعاء. ربنا يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وده معناه إيه؟ ده معناه إنك أنت لما بتدعو الله سبحانه وتعالى وتقترب بالدعاء إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يكن منك قريب، وأنت تكن من رحمته قريب ولست ببعيد. إذن الدعاء هو أصل العبادة. ليه؟ لأن من لم يسأل الله يغضب عليه، اللي ما يسألش ربنا يغضب عليه، لأن الله يحب من عبده أن يسأله، لأن الله يحب من عبده أن يناجيه، لأن الله تعالى يحب من عبده أن يدعوه وأن يسأله. طيب، الدعاء ده له أداب ولا أي حد يقول أي حاجة في أي حاجة؟ لا، الدعاء له أداب. أول حاجة في أداب الدعاء، لأن إحنا ساعات ناس كتير تدعي ربنا وبعدين يقول لك، يعني كمثال، لو أن هناك نكبة حصلت على الأمة، الناس كلها تقعد ترفع إيديها أو أكف الضراعة وتدعو إلى الله ويا رب ويا رب، وبالرغم من ذلك تجد أن الكفار أكثر تفوقا من المسلمين، مع كثرة دعاء المسلمين ودعاء القنوت، والناس تقعد في المساجد، والناس تعمل ويرفعوا ايديهم ويعيطوا ويصوتوا ويعملوا الكلام ده كله، وفي الآخر ما فيش إجابات. ليست هناك إجابة لعدة أسباب. أولى هذه الأسباب لأن عشان الإجابة تقبل وتيجي على السريع يشترط أن يكون الداعي مأكله حلال، مشربه حلال، ملبسه حلال، غذي بالحلال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني شوف الأمر اللي كان وارد للقرآن للأنبياء كان وارد لهم أن يأكلوا طيبا، ونفس الأمر اللي وارد للمؤمنين أن يأكلوا طيبا. يبقى إذن شرط قبول الدعاء أن يأكل الناس حلالا، أن يأكل الناس مال حلال صافي. البخاري حينما حضرت أبوه الوفاة، لما أبوه جه يموت، فقال إيه؟ قال: والله لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. يعني كل أموالي اللي أنا جمعتها، كل فلوسي اللي عندي، أنا ما أعرفش فيها درهم واحد أنا جبته من حرام، ولا درهم واحد عندي من شبهة، يعني حتى دخل بطريق أنا مش عارفه، إنما المال كله من حلال. إذن أول حاجة تحافظ عليها في بناء الإيمان أو في قبول الدعاء إنك تاكل حلال. لأن الواحد لو كان حرام كل اللي احنا بنقوله ملوش قيمة، لا الذكر هيوصل، ولا انت هتعرف تعظم أوامر الله، ولا حبك للنبي عليه الصلاة والسلام هينفع، ولا حبك للدين هينفع. كل اللي قلناه ملوش قيمة، ولا أمرك بالمعروف، ولا نهيك عن المنكر، ولا دعوتك إلى الله، ولا عمل الخير اللي بتعمله في الناس. إذا كلت حرام كل ده ملوش قيمة. إنما أن تأكل حلال فترفع يديك إلى الله فيقبل الله منك الدعاء. هنا الحتة دي مهمة، لازم ناخد بالنا منها. في إيه؟ إنك أنت لما تأكل حلال فترفع إيدك فيستجاب لدعائك. الناس قاعدة تدعي ربنا وتقول يا رب يا رب، وقد يظن الناس أن الله لم يستجب، ولكن قد تؤجل هذه الإجابة إلى وقت يريده الله عز وجل، تكون أنت فيه أحوج ما تكون
إلى الإجابة، وقد يؤخر الله لك الإجابة إلى الآخرة. يعني الإنسان ما يقولش دعوت فلم يستجب لي، أنا ما يستجب ليش، لا، إنما أنت دعوت الله، إن كنت قد كان مأكلك حلالا ومشربك حلالا وغذيت بالحلال، طب خلاص مفيش مشاكل، يبقى ودعيت ربنا والدعوة لم تقبل أو لم تجاب على الفور، يبقى أنت لازم تعرف إن إحنا لما بندعي ربنا في حاجة من ثلاثة: إما أن يجاب لك الدعاء على الفور، وإما أن يؤجل الدعاء لوقت أنت أحوج ما تكون إليه فيه، وإما أن يؤجل الدعاء إلى يوم القيامة، وما أحوجنا يوم القيامة في استجابة الله عز وجل لدعائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستجيب